متتبعي قناة عوالم مختلفة، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو، والذي سنتحدث فيه عن المحطة الجديدة، محطة الرياض بالرباط. لا تنسوا دائما دعمنا من خلال الاشتراك وكتابة تعليق ووضع لايك على الفيديو. فمرحبا بكم من جديد. أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 عن انطلاق أشغال بناء محطة جديدة في حي الرياض بالعاصمة الرباط. هذه المحطة التي تحظى بموقع استراتيجي، بحيث سيتم تشييدها لتكون جسرا يربط ضفتي شارع النخيل والحسن الثاني، وستكون بمقربة من المجمع الرياضي مولاي عبد الله، بحيث سيتم تجهيزها بمختلف وسائل الراحة مثل مواقف السيارات، المحلات التجارية، كما سيتم تكييفها مع رحلات القرب، وستدخل الخدمة مع نهائيات كأس إفريقيا 2025 التي ستنظم بالمغرب. ويأتي بناء محطة الرياض الجديدة في إطار مواصلة البرنامج الطموح لعصرنة محطات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة. وبالتزامن مع تشييد محطة الرياض الجديدة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن استئناف أشغال بناء المركب السكك الجديد بالرباط المدينة. والجدير بالذكر أنه تم توقيف أشغال هذا المشروع الكبير بسبب بعض الإكراهات، لا سيما التقنية، والتي تفاقمت إثر الأزمة الصحية كوفيد. وقد أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا التوقيف شكل فرصة لإطلاق دراسة أثر المشروع على التراث، نظرا للقيمة العالمية لهذا المبنى الواقع في قلب مدينة الرباط، المصنفة تراثا عالميا من قبل اليونسكو. وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا التوقيف أتاح أيضا إمكانية إعادة النظر في التصور المعماري للمشروع، خاصة على مستوى سقفه الزجاجي. ومن خلال بناء هذه المحطات الجديدة، يؤكد المكتب الوطني للسكك الحديدية التزامه بتطوير حلول تنقل أكثر استدامة وذكاء وذات قيمة مضافة عالية. متتبعي قناة عوالم مختلفة، شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا دائما دعمنا من أجل تقديم الجديد لكم.